القاهرة صنعها الفاطميون، لولا الفاطميين ما في قاهرة، ما فيه مصر. ماذا كانت مصر قبل الفاطميين؟ كانت اسكندرية والأهرامات. الفاطميون هم الذين اختاروا مصر قلب الأمة أن تكون عاصمة لهم، وبنوا القاهرة. القاهرة فاطمية 100%. من يستطيع أن يهرب من فاطمية القاهرة؟ الأزهر، ما هو الأزهر؟ هو فاطمة الزهراء، هو مسجد فاطمة الزهراء. كل من تخرج وسيتخرج من الأزهر أو درس ويدرس في الأزهر لا يستطيع أن يخرج من جلدته. الأزهر قلعة من قلاع الفاطمية. لولا الفاطميين ما في أزهر. ما معنى الأزهر؟ معناها جامع فاطمة الزهراء. راجعوا كل ثقافتكم وأعيادكم ومواسمكم في شمال أفريقيا كلها شيعية. الآن يقولون إن الشيعة هي إيران والسنة هي العرب، وهذه أكبر كذوبة تاريخية. الحقيقة ساطعة سطوع الشمس في رابعة النهار. من أين جت هذه التفسيرات المضحكة المبكية لأصحابها؟ متى قامت دولة شيعية في إيران أو في أي مكان آخر خارج الوطن العربي؟ أول دولة شيعية في التاريخ هي في شمال أفريقيا، الدولة الفاطمية الأولى. أهل البيت هم اللي لهم الحق الإلهي في الحكم والإمامة. هذا هو أساس المشكلة، وهذا هو اللي واقع اليوم. الآن ما نقبلش من بعد اليوم أي واحد في الوطن العربي يحكم باسم القرآن أو باسم الدين أو يعمل دولة دينية ما لم يكن من أهل البيت، وإلا يكون هو غير جدير وما ليش الحق وما ليش الشرعية أبدا، ويسحب البساط من تحت قدامه وليسقط في الحضيض في 60 داهية.